السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي بتقول إن في عريس اتقدم لها وكان فرصة ممتازة، متعلم، ولما قابلت أهله ما حستش براحة ورفضت وما ادتلوش فرصة حتى إن هو يقعد معاها، ودلوقتي هي حاسة بندم شديد وإن ممكن ما تجيلهاش الفرصة دي مرة تانية، وحتى بعد مرور سنة كاملة هي حاسة بالندم. فهل الزواج اختيار ولا قدر، ولا احنا ممكن نخطئ ونندم بعد ذلك؟ احنا بنقول ان قدر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم الاشياء كلها. الانسان في حاجات هو مسير فيها، ملوش اي يد فيها. يعني مفيش حد بيختار باباه ومامته، مفيش حد بيختار هو ولد ولا بنت، طويل ولا قصير. كل هذه الامور الانسان مسير فيها ولا يحاسب عليه. انما اختيار الزواج ان انت اخترت البنت دي ورحت اتقدمت لها، وفي ولد بيروح يتقدم للبنت مرة واثنين وثلاثة، وفي بنت بتبقى ترفض 50 واحد علشان الولد معين هي عايزاه يتقدم لها، وتم الزواج وبتندم اشد من ما هي اتجوزت، بالرغم ان ممكن يكون بالمقاييس البشرية بتاعتنا فرصة لا تعوض. فاحنا بنقول محدش يندم على اختيار اختاره، لانه حتى لو هو انسان جيد ومثقف ومتعلم في وظيفة مرموقة وراتب كبير، ممكن يكون كويس مع واحدة تانية وممكن يكون وحش بالنسبة لك. مش كل اللي دخلوا كليات القمة كانوا مبسوطين فيها وحققوا فيها انجازات، في بعضهم كان وبال عليهم. مش كل اللي راح سافر بره مصر عمل فلوس، في ناس سافرت والدنيا ما كانتش حلوة معاهم. فمش كل حاجة بمقاييس البشر حلوة ونفعت ناس تانية ممكن تنفع معانا. فاحنا لازم نطمئن انه لو كان مقدر لك لو انقلبت الدنيا رأسا على عقب هتتجوزيه، واذا لم يكن مقدر لك فلن تتزوجيه. ففيها نوع من انواع الاختيار، الانسان حر بيرفض او يقبل، وفي نوع من انواع التوفيق. وفي ناس واحدة قبلت واتخطبت وفركشت، وواحدة قبلت واتخطبت واتكتب كتابها وما دخلتش، وفي اللي اتجوزت وخلفت واتطلقت، وفي اللي اتجوزت وعايشة مبسوطة وسعيدة. فهذه كلها أقدار الله. المهم احنا نكون بنطيع ربنا سبحانه وتعالى في كل الأحوال، والخير فين والقبول أو الرفض هو الصح ولا الغلط، دي حاجة بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وندعي دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا للخير ويوفقنا للاختيار الحسن ويعوضنا خير. واذا كان هو خلاص راح ومش هيرجع تاني او خطب، ان ربنا يرزقك بالاحسن منه ويكون مناسب ليكي انتي. مش شرط يكون بنفس المواصفات، بس ممكن يكون مناسب اكتر وتعيشي معاه مبسوطة وسعيدة اكتر، وربنا يشرح صدرك. ولا تندمي اطلاقا، ادعي ربنا الرزاق الكريم خزائنه لا تنفد. وكثير من الشباب بيبحث عن الزواج، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من نصيب حد كويس ويحفظك ويحميك، اللهم امين.